ألقت القوات المسلحة القبض على المدعو عبد الفتاح حسن حسين سالم في شمال سيناء. وعبد الفتاح حسن حسين سالم هو أمين تنظيم جماعة التكفير والهجرة في شمال سيناء. ده يعتبر أحد أهم رؤوس الإرهاب في هذه المنطقة. دي تعتبر ضربة ناجحة للغاية وموفقة للغاية للقوات المسلحة اليوم. هذه الضربة جاءت في إطار عملية شاملة للقوات المسلحة وللجيش الثاني في شمال سيناء. لم يكن إلقاء القبض فقط على عبد الفتاح حسن حسين سالم، ولكن كانت أيضا عليه وعلى مساعده، وتم ضبط 36 من العناصر الإرهابية وكميات من الأسلحة والذخيرة في مداهمة لأوكار وبؤر إجرامية في مدن العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد. في هذه الحملة الأمنية اللي قادها الجيش الثاني كان في ضبط ل8 عربيات و11 موتوسيكل وتدمير ل15 عشة وتدمير ل3 أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع، والقبض على 25 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة المتهمين بالهجوم على الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة في سيناء. الدوريات التابعة للجيش الثالث الميداني النهاردة في ساعة مبكرة من صباح اليوم تمكنت أيضا من ضبط أحد العناصر الإرهابية المسلحة في منطقة القسيمة بوسط سيناء، وعثر بحوزته على رشاش جرينوف وبندقية قناصة وبندقية آلي وكمية كبيرة للغاية من الذخائر تقدر ب 538 طلقة قناصة و239 طلقة رشاش و100 طلقة آلي مستخبيين في عربيته. كمية ذخيرة تكفي جيش كامل يا أستاذ أكرم.